المخرجات والتوصيات. 1. استمرار النضال من أجل الحرية الجسدية للقائد أوجلان باعتباره يمثل حرية جميع الشعوب التواقة إلى العدالة. 2. التأكيد على استمرار النضال الفكري والسياسي والتنظيمي ضد كافة أشكال العنف والتمييز الممارس ضد المرأة. 3. ترسيخ مفهوم العائلة الديمقراطية التي تقوم على الحب والاحترام والحرية بعيداً عن التملك والوصاية. 4. العمل جماعياً من أجل تفعيل دور المجالس والكومينات كقواعد أساسية لبناء المجتمع الأخلاقي والسياسي الديمقراطي. 5. زيادة التوعية ونشر مفهوم الحياة الندية الحرة بين كل فئات المجتمع والمؤسسات لتعزيز ثقافة المساواة. 6. إقامة ورشات مختلطة للرجال والنساء بهدف بناء العائلة الديمقراطية كخطوة مركزية لترسيخ القيم الكومينالية. 7. النضال بروح المسؤولية التاريخية من أجل إنجاح مبادرة القائد للسلام. 8. اعتبار النضال ضد الذهنية الذكورية نضالاً مشتركاً بين المرأة والرجل من أجل استعادة التوازن الطبيعي للعلاقات الإنسانية. اختتم الملتقى بالتأكيد بأن ثورة رجاباه هي ثورة المرأة والإنسان والمجتمع الديمقراطي، ويجب الحفاظ على المكتسبات المحققة وجعلها ملك لكافة الشعوب. كما أكد الملتقى أن المرأة الحرة هي الضمان الحقيقي لحرية المجتمع، وأن الحياة الندية الحرة هي الطريق لبناء مجتمع كومينالي ديمقراطي يسوده السلام والعدالة والمساواة. وجدد المشاركون على مواصلة النضال المشترك. وشكراً. 4/11/2025.